صباح الخير، يلا بينا نعمل مع بعض طبق البرياني الهندي بس على أصوله زي ما الهنود بالظبط بيعملوه. عايزين تضيفوا حاجة تشيلوا حاجة دي براحتكم خالص، بس احنا النهاردة هنعمله بالطريقة التقليدية خالص بتاعته. انا هستخدم فراخ، تقدروا تستخدموا لحمة عادي، انا منضفاها وبحب ان انا اشيل منها الجلد. الفرخة بقطعها مثلا الربع نصين عشان تبقى قطع صغيرة وتشرب من التتبيلة اكتر ويبقى حجمها صغير في قلب الرز. نيجي بقى لتتبيلة الفراخ، بحط قد علبة كبيرة علبة صغيرة من الزبادي، قد 5 معالق مثلا، وبضيف عليهم معجون من الجنزبيل الفريش والثوم العادي، بجيبهم كده مع بعض وبقطعهم. لو ما فيش جنزبيل فريش ممكن نضيف جنزبيل بودر على البهارات اللي احنا لسه هنحطها. وعندي البصل، انا مقطعه بصلتين، هاخد منهم معلقة واحدة بس وهنعرف دلوقتي هنستخدم الباقي في ايه. وعندي كمان كزبرة خضرة ونعناع اخضر، بحط منهم كل واحد معلقة. نيجي بقى للبهارات البودر، عندي كركم وعندي كاري وعندي كمون وعندي كزبرة ناشفة وكمان بهارات الجرام مسالة. لو البهارات دي مش متوفرة مش مشكلة خالص، تقدروا تزودوا الكميات من الكزبرة والكمون والكركم والكاري. بعد كده هحط البهارات الصحيحة، عندي عود من القرفة، كام حبة من الحبهان، نجمة اليانسون وليمونة لومي، وعندي الشطة اللي هو القرون الكاملة، انا فضلت احطها كده عشان ما تتبانش قوي حراقة في الاكل عشان بناتي. المفروض انه في العادي بيحطوا شطة عادية، فانتوا ممكن تستبدلوها بالشطة العادية لو بتحبوا الحامي او لو ما عندكوش اطفال. ببدأ بقى ان انا اقلب كل الخليط ده كويس، حسيت ان هو محتاج شوية سوائل فزودت كمان كام معلقة من الزبادي. انا عندي مستخدمة زبادي شوية تقيل ما فيهوش مية. بعد كده هزود الملح، وعندي يعني جرام واحد من الزعفران، تقدروا ما تحطوهوش وتستكفوا بلون الزعفران اللي هتحطوه في الاخر، وتقدروا ما تحطوش زعفران خالص. هحط شرايح ليمون، لو انتوا هتنسوا شرايح الليمون دي في الخلطة تقدروا تعصروا ليمونتين على الخلطة نفسها، بس انا بفضلها، يعني هما كانوا الليمون الموجود عندي فحطيته في قلب الخلطة، بس شلته على طول اول ما نزلت الخلطة، بعد ما يعني ما سويتها شوية. هقول لكم دلوقتي اتشالت في اي مرحلة، بس لو هتنسوها ما ينفعش تحطوه خالص بقشره عشان هيمرر لكم الخلطة كلها وهيمرر لكم الرز. طيب عصرتوا الليمون وحطيتوا الفراخ بقى. بعد كده هتقلبوا الفراخ كويس جدا جدا لحد ما كل حتة من الفراخ تاخد من التتبيلة، وهتسيبوا الخليط ده يعني تقريبا نص ساعة، نص ساعة على ما نحمر البصل اللي عندنا. نسيبه بقى ونجهز البصل، شوية من الزيت ومعلقة من السمنة، وهحط فيها الباقي البصل اللي احنا قلنا عليه، تقريبا هيبقوا بصلتين صغيرين او بصلتين وسط. ببدأ اقلب فيهم، مش بسيبهم خالص على النار لحد ما ياخدوا اللون الاحمر بس ما يتحرقوش. بعد كده هشيل منهم الجزء الاكبر، يعني تقريبا تلتين الكمية، وهخلي التلت الباقي في قلب الحلة هنكمل عليه باقي الطبخة. بعد كده بقى الفراخ شوية خدت من الصوص، تقريبا قعدت نص ساعة. هبدأ بقى اضيف الفراخ والتتبيلة والليمون، بس هرجع اقول لكم تاني، لو هتنسوا الليمون في قلب الخلطة بلاش تحطوه بقشره وعصروا ليمون عادي. انا قلبته شوية معاه وشلته، المقطع ده ما تصورش، فعشان كده انا باكد عليكم عشان ما يطلعش معاكم البرياني ممرر. عندي بقى طماطمايه انا شايله قشرها وفلفلايه مقطعوهم شرايح، هقلبهم بقى كويس جدا، كل ده على نار عاليه. اول ما بيبداوا يغلوا هبدأ ان انا اقفل عليهم الغطا وهدي عليهم النار، مش بضيف لها اي مية ومش بضيف لها اي سوائل. في الوقت اللي هيستوي فيه الفراخ انا هسلق فيه الرز. رز البرياني بيبقى مسلوق تقريبا 3/4 سوا، بحط فيه توابل حب وملح، يعني لو عندك فلفل اسود حب حطي، لو عندك كمون حب حطي، لو مش عايزة خالص من غير توابل ممكن ما تحطيش، بس بيعزز نكهة الرز جدا. بحط ملح كويس عشان الرز يبقى متملح، تقريبا معلقة كبيرة على مية السلق، ونراعي ان الحلة تبقى كبيرة والمية تبقى كتير عشان الرز معاكي ما يعجنش. الرز كده كده هيزيد، بسيبه بقى بديله تقليبة كده وبسيبه لحد ما يغلي، ولازم اتابعه ان هو ما يخرجش معايا سوا كامل. زي ما انتم شايفين كده الحبة كبرت وخلاص، يعني بتيجي بتقطميها هي بتتقطم بس
شوية مش بيبقى مستوي، انت بتحسي بالقطمة بتاعتها. في المرحلة دي بشيلها بقى خالص، وبخلي برضو فيها التوابل وبصفيها كويس، وبرضو استخدموا مصفى شوية واسعة. نرجع بقى للفراخ، تكون بقى خلاص استوت ودابت، مش استوت بس، استوت ودابت. طلعت كل المية زي ما انتم شايفين، انا مضفتلهاش مية خالص. بس لو انتوا لو عملتوها وحسيتوا ان هي محتاجة شوية مية زودوا. بس زي ما انتم شايفين الصوص فيها مش كتير، لان احنا مش محتاجين صوص كتير، مجرد بس هيبقى حاجة بسيطة كده على الرز واحنا بنعمل طبقاته. كده خلاص عندي الفراخ استوت، وكمان عندي الرز استوى، وعندي شوية البصل. هعمل بقى جهز نص كوباية من المية او ربع كوباية بس من المية، وعليهم شوية من الزعفران او لون الزعفران. واجيب بقى الحلة الكبيرة اللي عملت فيها الفراخ، وبعد كده هحط طبقات من الفراخ والرز. مع الطبقات الفراخ بحط حاجة بسيطة قوي من الصوص، بس تراعوا ان انتوا ما تزودوش الصوص قوي علشان الرز معاكم ما يطلعش معجن. الرز اوريدي مستوي حاجة بسيطة، والنص ساعة اللي هنسيبه مع الفراخ هيستوي اكتر، فما تزودوش الصوص خالص. كده كده الصوص اوريدي عندكم، ممكن تستخدموه وانتوا بتاكلوا. بعد ما بحط طبقة من الفراخ والرز، بحط طبقة من البصل المقرمش اللي احنا عملناه، شوية من الكزبرة، شوية من النعناع. ما تقلقوش من النعناع، بيدي نكهة حلوة جدا مع التوابل ومع النكهات الغريبة اللي مع بعض دي. بحط بقى تاني طبقة من الفراخ وعليها طبقة من الرز، وزي ما انت شفتوا مش بكتر الصوص قوي مع الفراخ. وبعد كده دي اخر طبقة من الرز، هضيفها وهساوي كويس كده، وهشيل كل اللي على المقصوصة. وبعد كده هزود شوية من مية الزعفران، برضو راعي ان هي مش كتيرة. بالمناسبة انا كنت حاطة فيها يعني نص معلقة من السمنة، تقدروا تحطوها او ما تحطوهاش، بس بتدي نكهة حلوة قوي للرز. حطيت شوية من المية برضو، ما كترتش قوي. وبعد كده اخر طبقة من البصل المقرمش والكزبرة والنعناع، وهبدأ احط حاجة بسيطة قوي من الصوص. كده الطبقات خلصت، يلا بقى نسويه على نار هادية جدا. واهم حاجة تقفلي الحلة بتاعتك كويس قوي. يعني لو حلتك زي بتاعتي كده فيها خرم كده بيخرج البخار، فانتي بتكمريها بورق من الفويل، بتقفليه كويس، بتحطيه على نار هادية لمدة من ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، على حسب الكمية اللي انتي عاملاها، لحد ما يبقى بالجمال اللي انتي شايفاه ده. الفراخ دايبة ذوبان، والرز ده عندي مش معجن خالص، زي ما انتوا شايفينه كده مفلفل خلاص. السوا بتاعه تم، يعني بقى مستوي خالص، او مستوي كويس. وبعد كده بقى اقلبه وشوفوا الجمال. يعني الرزاية نازلة كل رزة لوحدها، جربوها، طعمها خطير يا جماعة. تقدروا تعملوا كمان جنبها سلطة زبادي او روب لو انتوا عاملينها حامية. هو في العادي بيتاكل جنبها سلطة زبادي او الروب اللي هو الرايب. من الحاجات الحلوة قوي لو اتعملت في العزايم، منها مثلا طبقين او 3 على حسب كمية الناس اللي موجودة، وجنبها سلطات، يعني مش متعبة خالص. ممكن تتبلوا الفراخ قبليها بليلة قبل ما تناموا مثلا، من بالليل، وتصحوا الصبح تعملوها. فهي بتبقى لذيذة جدا، نكهات كتيرة والبهارات كتيرة زي اي وصفة هندية، بس في الاخر مع الرز بيبقى طعمها يجنن. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى كمان ان انتوا تجربوها وتبعتولي تطبيقاتكم. ما تنسوش تكتبولي تعليقاتكم باي وصفات حابين ان احنا نجربها مع بعض. ولو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا اشتراككم عشان عيلتنا تكبر وقناتنا تبقى اكبر واكبر ان شاء الله. ومع السلامه ان شاء الله في وصفه جديده.